لو أنت مدير تسويق في شركة عقارية وبتصرف تقريبًا من 50 ل200 ألف جنيه متوسط إعلانات في الشهر، خلّيني بقى أسألك سؤال مباشر، هو أنت عارف إيه اللي بيحصل لفلوس الcampaign بعد ما العميل يضغط على الإعلان؟ الإجابة بقى اللي ما فيش حد هيختلف عليها إن 70، 80% من شركات العقارية وخاصةً في السوق المصري هيقولوا لأ. شركات كبيرة في 6 أكتوبر والشيخ زايد عندهم البادجت بتاعهم الشهري حوالي 100,000 جنيه. الإعلانات بتجيب على الأقل للويب سايت 10,000 زيارة، لكن الواقع اللي بيقوله لي إحنا عندنا من 25 ل30 استفسار. طب اللي خلّص قد إيه؟ اللي خلّص 3 بس. السؤال بقى باقي ال10,000 زيارة راحوا فين؟ يعني دخلوا ومشوا، السبب إيه؟ ده بقى بالضبط اللي بيحله لنا أداة من جوجل اسمها الtag manager. tag manager دي اللي بتخلّيك تبقى عارف مين فين عمل إيه ومشى ليه. فلو أنت بتدفع 20,000 لفيسبوك، 30,000 لجوجل ads مش عارف بقى إيه اللي جاب عُملا وإيه اللي ما جابش. أنت تقريبًا بتصرف 70% من فلوسك ما أنتاش عارف هي راحت فين. رحلة العميل مش موجودة عندك، ضغط على إعلانك دخل الموقع حصل إيه بعد كده مش عارف. هل شاف الأسعار والّا لأ؟ دخل على قائمة المشروعات والّا لأ؟ حاول يتصل بيك والّا لأ؟ كلمك والّا ما كلمكش؟ تواصل على الواتساب والّا ما تواصلش؟ في 20 واحد اتواصل على الواتساب بس بتاع المبيعات بيقول لك ما عنديش ولا واحد، ما عنديش ولا استفسار على الواتساب. إيه اللي حصل نتيجة ال100,000 اللي صرفتهم على الحملة الإعلانية؟ ما أعرفش. حتى قراراتك كلها مبنية على تخمين. أظن إعلان فيسبوك أحسن من جوجل. أعتقد العملاء مهتمين بالشقق أكتر من الفِلَل. ممكن تكون المشكلة في الأسعار. أنت في سوق عقاري ما ينفعش فيه عملية التخمين، ما ينفعش اللي أنت بتقوله، وما ينفعش ما تبقاش عارف 70، 80% من فلوسك راحت فين، واللي ما اشتراش ما اشتراش ليه. كل ده غلط. لمّا هتركّب عندك أداة GTM أو Google Tag Manager هتعرف الإعلان جاب 1000 زيارة، بس أنا عندي Google Tag Manager هاعرف بقى في 600 واحد شافوا صفحة المشروع، حلو. في 300 ضغطوا على مشاهدة الأسعار، حلو. في 150 حمّلوا البروشور، في 80 واحد ملوا استمارة الاستفسار، حلو. في 50 واحد ضغطوا على رقم التليفون، في 20 واحد عملوا واتساب، 80% منهم دخلوا بالموبايل، 30% منهم القاهرة و70% الجيزة. متوسط الوقت اللي قضوه في الموقع أو على صفحة المشروع 3 دقايق، دقيقتين، دقيقة. أنت عارف كل حاجة. أنت عارف كل جنيه صرفته اتعمل بيه إيه بالضبط. أيوه، أنت عايز تقول لي إن Google Tag Manager ده بيخلّيني أعرف كل حركة وكل صغيرة وكبيرة من أول ما العميل ما بيخش لغاية ما بيخرج. طيب تمام زي تحليل يعني. لأ مش تحليل وبس، ده في حاجة تانية بيعملها Google Tag Manager بالنسبة لنا في السوق العقاري بتكسب دهب، اللي هي في 70% دخلوا من الحملة بتاعتك على صفحة مشروع معين، بس في حوالي 50% منهم خرجوا عشان السعر كان عالي. ينفع بقى تعمل جمهور مخصص تاخد ال50% دول وتعمل لهم إعلان تاني مش لاقي اللي يناسبك؟ طب في مشاريع تانية أو في مشاريع أرخص هتكون النتيجة إن في استفسارات أكتر تيجي لك، وبالتالي فرصة المبيعات هتبقى أعلى. فيبقى أنت دلوقتي عرفت إن Google Tag Manager رقم 1 بيخلّيك تعرف كل صغيرة وكبيرة على الموقع بتاعك، رقم 2 بتعمل بيه إعادة استهداف، ما بتصرفش فلوس من أول وجديد وتروح تستهدف جمهور من أول وجديد. يعني الخلاصة مش عايز تستخدم Google Tag Manager هتفضل تحرق فلوس، 40 ل60% من ميزانية الإعلانات هتروح على الفاضي، ما أنتاش عارف هي راحت فين، مش هتعرف تحسّن أدائك. المنافسين اللي بيستخدموه صح هيتفوقوا عليك. بس كده لأ، هتفقد عملاء محتملين. العميل اللي دخل موقعك ومشى ده فرصة ضايعة، مش هتعرف تجيبه تاني. بنقولوا عليه بالبلدي كده عميل ضايع للأبد، خلاص مش هتعرف هتجيبه تاني إزاي؟ خلّي بالك السوق العقاري بقى تنافسي جدًا، العملا بقوا أذكى ومحتاجين تعامل ذكي جدًا. استخدم بقى Google Tag Manager عشان تعرف كل جنيه رايح فين. هتلغي الإعلانات اللي مش بتجيب نتيجة، هتركّز فلوسك في الحاجات اللي بتجيب عملا بس. هيفهّمك العميل أكتر إيه اللي مهتم بيه، إيه بيخلّيه يقرّر، إيه بيخلّيه يمشي. هيخلّيك تاخد قرارات صح مبنية على أرقام حقيقية، مش تخمين، مش أظُن، مش أعتقد. تقدر تقيس كل حاجة، تقدر تحسّن كل حاجة. هيخلّي الموقع بتاعك ماكينة بيع حقيقية. كل زائر، كل صفحة، كل زرار بتساوي فرصة.
فرصة بيع حقيقية. أنا في السوق من أكتر من 15 سنة واستشاري لشركات كتير جدًا، أنا أقدر أقول لك إن 90% من الشركات اللي موجودة ما بتستخدمش Google Tag Manager، 30، 40% من الشركات اللي أنا رُحتها ما عندهمش ويب سايت أصلًا. أنت لو عندك ويب سايت وبتستخدم GTM أنت عندك ميزة تنافسية رهيبة جدًا على كل المنافسين اللي عندك في السوق. الموضوع مش صعب، أنت لو عندك ميزانية إعلانات 100,000 في الشهر زي 6 أكتوبر وزايد الشركات اللي موجودة هناك، قدرت تحسّن 30% بس الTag Manager، عارف أنت بتعمل إيه؟ أنت كإنّك زوّدت ميزانيتك 30,000 جنيه مجانًا كل شهر. في الفيديوهات الجاية هناخد إن شاء الله إزاي نستخدم GTM وإيه الأحداث اللي إحنا نتتبعها عشان نزوّد المبيعات بتاعتنا. بس رسالة عايز أوصّلها لكل مدير تسويق عقاري مسؤول ومؤتمن، المنافس بتاعك اللي بيستخدم Google Tag Manager هيكون بيحوّل عملاء أكتر منّك بنفس الفلوس، هيكون فاهم السوق أكتر منّك، هيكون بياخد عُملا كتير وأنت واقف بتتفرّج، وأنت لسه بتخمّن أي حملة باعت أكتر ومين دخل عمل إيه، وصل لإيه. Google Tag Manager مش مجرّد أداة، ده عقل تاني شغّال معاك في الشركة بيشوف اللي أنت مش شايفه.